احنا عشان نبقى متوازنين في حياتنا في 7 اركان لازم ما ينفعش يبقى فيهم خلل. مش ما يبقاش فيهم خلل خالص، بس لازم ابقى مهتمه بيهم، لازم يبقى ليهم وجود في حياتي. مش لازم يبقوا بيرفكت لان عمرنا ما هنوصل لكل حاجه بيرفكت، بس لازم يبقى عندنا اقل قليل من الاتزان فيهم. الركن الاول هو الركن الروحاني. الروحاني يعني علاقتي بربنا ايا كانت ديانتي، ده جزء. الصلاه ده جزء، العبادات جزء، بس مش دي بس الروحانيات. لو انا برتاح اني اتامل واقعد ساكته في بلكونتي بشرب كوبايه قهوه صباح الفل، التامل. بقرا حاجه بتزيد من روحانياتي بتهديني، ده جزء روحاني. اي حاجه بتدخل في روحانيتك وتحسسك ان شاء الله يكون الروحاني ده مجرد ان انا في واحده كنت اعرفها بتقول لك انا كل يوم استنى الساعه 12 بالليل اطفي النور، اعمل كوبايه شاي اشربها في الضلمه واقعد ساكته من غير اي اصوات حواليا. ده كده هي بتقوي الجزء الروحاني بتاعها. زي اليوجا مع اختلاف طبعا عشان حرمانياتها، بس زي اليوجا. الركن ده لو اختل ايه اللي هيحصل؟ هحس بقلق. لو انا روحانياتي مش مظبوطه هعيش في قلق، هعيش في فراغ. الناس اللي مش ملتزمه في دينها ايا كانت دياناتها ايه بتحس ان هي تايهه، ان هي مش مظبوطه، ان الدنيا فاضيه. خوف من غير سبب، على طول حاسس ان انا متوتر وقلقان وان في حاجه مخليني متوتره. قد يكون عشان عقل الباطن فاهم ان انا بعمل حاجه غلط هتخلي اخرتي مش احسن حاجه، فده اللي بيسبب لي الخوف وانا مبقاش عارفه ايه سبب الخوف. فقدان معنى، انا لا عارفه انا عايشه ليه ولا بعمل ايه، تايهه في حياتي.